أحدها كشف بعد وفاة الزوج. قصص زيجات سرية للفنانات. أحمد عز وزينة تعتبر قصة زواج الفنان أحمد عز من الفنانة زينة، واحدة من أشهر الزيجات السرية التي أشغلت وسائل الإعلام، فقد كشف النقاب عن زواجهما بعد إنجاب توأمين، مما أثار الكثير من الجدل حول قضايا النفقة والحضانة التي لم تنتهي حتى اليوم. ياسمين الخطيب وخالد يوسف. في عام 2019 أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب زواجها السري من المخرج خالد يوسف بعد انتهاء الزواج، حيث كشفت هذا الزواج بعد فترة طويلة من وقوعه، مما أثار التساؤلات حول أسباب إبقاء الأمر سرياً طيلة تلك الفترة، ولم تقدم أي تفاصيل إضافية عن طبيعة العلاقة بينهما. شريهان رجل أعمال أردني. تزوجت الفنانة شريهان من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، الذي كان متزوجاً أيضاً من الفنانة إسعاد يونس، وهي زميلة لشريهان. طلبت شريهان أن يكون الزواج سرياً حرصاً على مشاعر يونس، ولكنها اضطرت لاحقاً للإعلان عن هذا الزواج بعد إنجاب ابنتهما تاليا مدحت صالح وسمية الألفي. أكد الفنان مدحت صالح زواجه السري من الفنانة سمية الألفي الذي استمر لمدة عامين فقط قبل أن ينفصلا. كان هذا الزواج سرياً لعدة أسباب، منها رغبة الطرفين في الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية، ولكن الكشف عن هذا الزواج بعد الانفصال أثار تساؤلات حول دوافعهما وأسباب الانفصال. سمية الخشاب وأحمد سعد. تزوجت الفنانة سمية الخشاب سراً من المطرب أحمد سعد، لكن هذا الزواج أصبح معروفاً بعد إعلان الفنانة ريم البارودي عنه، وقد أثار هذا الكشف الكثير من الجدل حول طبيعة العلاقة بين سمية وأحمد وكيفية تأثيرها على علاقاتهما الشخصية والمهنية. محمود المليجي وسناء يونس. من زمن الفن الجميل نجد قصة زواج الفنان الراحل محمود المليجي من الفنانة الراحلة سناء يونس، حيث كانت الزوجة الثانية له، وقد بقى هذا الزواج سراً حتى بعد وفاة المليجي، حيث أعلنت سناء يونس عنه فقط بعد وفاة الزوجة الأولى، مما أثار الكثير من الاستغراب والدهشة.